تحبين الصلاة، تتمنين لو أنك مواظبة عليها، حاولت مرارا وتكرارا ولكن لم تستطيعي. وصلت لمرحلة أن تبكي بين يدي الله وتصرخي بأعلى صوت: أريد أن أواظب على الصلاة. وكلما عزمت على ذلك جرتك الأفكار إلى أولويات مزيفة، حتى تتفاجئي أن اليوم قد انتهى بدون صلاة. مللت من هذا التعطيل. الله يعلم، الله يعلم نيتك، وقد سخرني لك لأخبرك أنك لست الوحيدة التي تعانين من هذا الأمر. العديد من الناس وخصوصا النساء تعاني وتجلد ذاتها كل يوم بسبب عدم احترام وقت الصلاة. كنت أنا أيضا منهم، ولهذا جئت اليوم لأفيدك وأختصر عليك الطريق. أتفهم شعورك بالتقصير من جانب الله تعالى، تحاولين وتفشلين ولك الأجر إن شاء الله، وهذا راجع لسبب واحد: وجود أذى، يا إما عين أو حسد أو السحر، وجود عارض يمنعك من الصلاة. هذا العارض كلما هممت للصلاة شتت تركيزك نحو شيء آخر، وحتى إذا بدأت الصلاة سهوت أو أنقضت الوضوء. المهم لا يتركك تصلين مرتاح حتى تتعبين وتستسلمين له. والمشكلة الأشياء التي يصورها لك أنها من أولوياتك حتى هي لا تواظبين عليها، فتصبح حياتك غير مستقرة وأنت غير سعيدة لأنك غير راضية عن نفسك. فهو هذا الذي يريده، أن يحزنك، أن يصيبك بالاكتئاب. فالحزن بوابة الشيطان ليضعف الذين آمنوا، فتضعف همتهم، خصوصا المرأة. الحزن يقتلها، يصيبها بشلل الأفكار. حينما تنعدم الإيجابية من حياتك يسهل على الشيطان افتراسك، يصل بك الأمر لتمني الموت، وما إن تبدأي باستعادة همتك للبدء من جديد حتى يسلط عليك من الهموم والمشاكل ما يشغلك. هكذا تدورين في حلقة مفرغة في متاهة لا تعرفين المخرج، والمخرج بسيط والحل سهل وصعب في نفس الوقت. أقول لك عن تجربة: سورة البقرة. والله سورة البقرة 40 يوم بنية الانضباط في الصلاة. صدقيني ستتفاجئين من نفسك، ستقولين: هل هذه أنا؟ هل حقا هذه أنا؟ ستقومين الفجر وتقومين الليل وتصلين الصلوات في وقتها. دائما هناك شيء ما في رأسك سينبهك للصلاة. هكذا يعني ستعود الساعة الدماغية، الساعة البيولوجية ستعود إلى فطرتها. ستنضبطين في كل شيء، ليس في الصلاة فقط بل كل شيء، في أوقات الطعام، في أوقات النوم، كل شيء سينضبط عندك. ولكن قبل قراءتها أنصحك بالاستغفار بالآلاف لمدة أسبوع. 1000 استغفار يأخذ منك تقريبا نصف ساعة لمدة أسبوع أو أكثر، حتى تشعري أنك قادرة على قراءتها كاملة بدون انقطاع. ساعة لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني ساعة نقضيها على الهاتف. اجعليها قبل صلاة الفجر أو ما بين المغرب والعشاء، وانتظري النتائج، انتظري التغيير الذي سيطرأ على حياتك، ستنبهرين. وأخيرا وأؤكد هذا الأمر: تقوى الله في السر والعلن، يعني والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، الاستغفار والتوبة لأعداد كبيرة، وعدم العودة لتلك الذنوب. اصدقي مع الله، والله سييسر لك الأمر وسيسهل لك الانضباط في الصلاة إن شاء الله، وستعود حياتك مليئة بالأفراح، مليئة بالمسرات
إن شاء الله. إن وصلت إلى هنا، إن أعجبك الفيديو لا تنسي الضغط على زر الإعجاب حتى تشجعيني لأقدم الأكثر. أشارك معك إن شاء الله تجاربي في الحياة من مختلف الجوانب إن شاء الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وصلت إلى آخر الفيديو فصلي على النبي في التعليق، لعلها لا تعرفين، لعلها تكون سببا في إزالة الهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.